السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. اليوم راني جيت وطليت عليكم بهذه الوصفة الرائعة اللي هي عبارة عن جراتان بطاطا. ما تحتاجوش فيها ني لحم ني دجاج. رائعة جدا وصفة، راهي هبال في المذاق. نتمنى انكم تتبعوا الوصفة للأخير. شوفوا المقادير وكيفية التحضير. نبداو على بركة الله، بسم الله. نحتاج في وصفتنا لنهار اليوم ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة، نزيدو عليها نصف كأس من الماء، ونحط التوابل تاعنا اللي هي عبارة عن تابل، فلفل أحمر، كمون، فلفل أسود، راس الحانوت، زنجبيل وتوم مرحي اللي تقدري تعوضيه بزوز سنة توم، وكذلك ما ننساوش الملح. نخلطوهم مليح مع بعضهم جيدا. كما تقدري هنا تزيدي الحرور. نروح نجيب الكمية تاع البطاطا اللي كنت قطعتها دوائر كما هكا، تقريبا راهي 5 حبات من الحجم المتوسط. نخلطهم مليح، ندخل فيهم هداك لاصوص اللي درناه، ونخليوها على الاقل 15 دقيقة باه البطاطا تتشربوا كامل. من جهة اخرى نروح نجيب بلاطو ندهنه بالزبدة اللي يخش الفور، ونجيب كمية من البصل. هنا راهي بصلة متوسطة قطعتها شرائح، نفرشها كطبقة أولى، ومن بعد نحط البطاطا بهذا الشكل. وفي هذا الوقت راني حطيت الفور يسخن على 180 درجة. والبقايا اللي تقعد هذاك تاع لاصوص نحط شوية تاع ماء ونصبو باه ما يجيناش الجراتان شايح. ونحكم كتزيين كعبات من طوماط سوغيز، قسمتهم على 2 وحطيتهم، اللي تقدري تستغني عليها. نقطعها كيما هكا ونحطها. كيما تقدري تحطي الطماطم العادية تقطعاها شرائح وتحطاها، وكما سبق وذكرت تقدري تستغناي عليها. وكمرحلة أخيرة ندير 2 مغارف تاع زيت نوزعهم مليح على الجراتان تاعنا، ونحطو يطيب في الفرن بعد ما كنت غطيته بالبابي كويسون اللي كنت شمخته في شوية تاع ماء وعصرته عصرة خفيفة. نروحو دركا نوجدو لاصوص بيشاميل. نجيبو كسرونة ثقيلة اللي ما تلصقش من تحت، نحطو فيها مغرف كبيرة تاع زبدة ولا المارغرين على نار هادئة حتى تذوب. نزيد عليها مغرف كبيرة بومبي من الفرينة، ونقعد نقلبهم كيما هكا بالفوي حتى تحمر شوية ولا تتقلى شوية. نزيد درك الكاس الاول تاع الحليب، الكاس الساعة تاعو 220 مليلتر، نصبو على 3 دفعات باش ما تتشكلناش هديك الكتل. نحلوهم بالفوي. صوص بيشاميل ناجح وبمقادير مضبوطة. بعد ما كملت الكاس الاول الكاس الثاني نصبو على دفعة واحدة، نقعد نقلب بالفوي كيما هكا ولا مغرفة الحطب، ما تحبسوش خلاص حتى يعقد الخليط ويدير هذيك الفقاعات الاولى ونطفي عليه. بلا ما ننساو الرشة تاع الملح والفلفل الاسود، و4 قطع او 3 من الجبن المثلثات بهذا الشكل. نقعد نحرك، ما تحبسيش خلاص، تتحصلي على صوص بيشاميل ناجح 100%. شوفوا ولا كتلة فيه، رائع جدا، ويجي ماهوش تقيل وماهوش خفيف. هنا بعد ما طابت البطاطا تاعي، وكيفاش نتأكد اني ندخل فيها فرشيطة ولا موس بهذا الشكل. شوفوا نروح دركا نصب صوص بيشاميل مباشرة، ونطفي النار من التحت ونشعل بركة من الفوق باه تحمار جيس تحمار بركة ونخرجها. واللي حبت هنا كإضافة تزيد الفخوماج تزيد، انا ما حطيتش.
كيما هكا، وجا بنين بنين ما شاء الله. لو كان تجربي الوصفة راني متأكدة انك راح تعودها اكتر من مرة. وهنا في الاخير هاي النتيجة اللي تحصلنا عليها، جراتان رائع جدا، تقدري توجديه بالخف، ما ياخدلكش وقت طويل. شوفوا ما شاء الله، بعد ما تحمر من الفوق، بسم الله ما شاء الله، جا رائع جدا. نتمنى انه هاد الوصفة تنال رضاكم واعجابكم. جراتان ولا اروع، يجي غير بالبطاطا والبصل. تسمى كي تكون ما عندكش اللحم في الدار، تقدري تسلكي راسك بهاد الوصفة. نروح نقسم لكم جزء منها باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات. شوفوا رائع جدا. وهذاك البصل اللي من تحت كيفاش تكرمل وسيب البنة تاعو، رائعة جدا. شهيتكم في الجنة ان شاء الله. نتمنى ان وصفة اليوم تنال رضاكم واعجابكم، وصدقوني وصفة رائعة جدا. شوفوا كيف ما تجيش شايحة، تجي على الكيف. ما تنسونيش بالدعم نتاعكم في الاخير، بارطاجيو لا فيديو وشاركوا في القناة. واللي طلت والمشتركة جديدة نقولها مرحبا بك معنا، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله. سلام.